ألوان وظلال. بصحبة شيرين فكري ومنى منير. ومن أسرة الهندسة الإذاعية رضوان السيد، ومن أسرة الإخراج أحمد حسين. مستمعينا أهلا بكم. الكرام، كما اعتدتم معنا في هذا البرنامج ألوان وظلال أن نقدم لكم قضايا مثيرة للجدل وأيضا فنون مهمة نلقي عليها الضوء في هذه الحلقة، منها فن التحريك في مصر وأيضا فن الكوميكس. صورة من الكرام، ويمكنكم التواصل معنا عبر رقمي الهاتف 2577-6656 أو 25789623، وهذه الحلقة حول فن التحريك في مصر وفن الكوميكس، ونتعرف على هذه الفنون الجديدة مع الأستاذة نهى إبراهيم مصممة الجرافيك. أستاذة نهى أهلا بحضرتك. واهلا بالاستاذ احمد عبد الحليم سيناريست كوميكس. اهلا وسهلا. احمد عبد الرحيم اهلا وسهلا يا فندم. الحمد لله يا فندم. استاذه نهى، يعني من بين اشياء كثيره انت مصممه جرافيك، نتحدث عنك و يعني متى بدات علاقتك بهذا الفن؟ يعني هو العلاقه بالفن ده ابتدت من زمان قوي، من وانا طفله تقريبا، من ساعه ما ابتديت ارسم وكنت لوحدي كده بحدد الكاركترات بتاعتي باوت لاين. معرفش بعمل كده ليه، كان مدرس الرسم عندي مستغرب من الموضوع ده قوي. اتاري بقى الموضوع مرتبط بفرجتي على افلام الكارتون وانا طفله، توم اند جيري وبطوط وعم دهب. تحليل الشخصيات اللي موجود في الشاشه اثر بقى عليا. بعد كده الحمد لله التحقت في كليه الفنون الجميله في قسم الجرافيك، تخصصت في شعبه الرسوم المتحركه وفن الكتاب، وبقيت اشتغل وانا في الكليه عشان اتدرب اكتر، اطلع على سوق العمل بيعمل ايه. بعد كده كملت بقى في المجال بتاعي، ابتديت طبعا اشتركت في شركات كتير. اشتغلت الاول في مجال التحريك، كنت بصمم شخصيات وبعمل خلفيات وبعمل ستوري بورد. بعد كده بقيت مخرج منفذ عدد من السنوات. بعد كده انتقلت لمجال الكوميكس لانه استهواني قوي، الواحد فيه حريه اكتر وابداع اكتر، وببدا اطلع كل اللي انا نفسي فيه لوحدي في صفحتي. فاشتغلت في عدد من المجلات، اخر مجله فيهم مجله مجنون اللي انا شغاله فيها حاليا، بيرقص تحريرها دكتوره نهى عباس، المستشار الفني استاذ فواز، والمؤسس بتاعها استاذ هاني غيث، وطبعا نخبه من الفنانين معانا. نعم والله، وكل كلمه انت قلتيها عايزه حلقه لوحدها. يعني نتكلم عن فن الكوميكس وفن التحريك، ايه الفرق ما بينهم عشان اوضح للساده المستمعين انه يمكن الفنون بتتكامل مع بعضها لكن هناك فروقات بينهما. يعني طبعا هو في فروق كتير طبعا. هو يمكن الاساس واحد، هو المبالغه او الخروج عن الاطار الطبيعي او زي فن الكاريكاتير كده، ده فن ثالث. يعني هي الفنون دي كلها تشترك في حاجه واحده، ان هي بتخرج عن الاطار الاكاديمي للرسم والنسب الطبيعيه. لكن الفروق بينها في طريقه الخروج على النسب دي. في مبالغات بتتم في الشخصيه بشكل، سواء في نسب الوجه او نسب الجسم بيتفاوت. يعني مثلا الكاريكاتير ممكن يتناول شخصيات عامه او شخصيات مشهوره ويتم المبالغه فيهم بشكل معين مع المحافظه على الملامح بشكل قوي جدا، وممكن يبقى في درجه من التجسيم ساعه التلوين والقاء الظل والنور. لكن في فن الرسوم المتحركه بيبقى في شيء من التبسيط قوي، خصوصا في شخصيات ال2D، لان طبعا عندنا اكتر من نوع. بقى في انواع لا نهائيه من التحريك دلوقتي، في تحريك بالرمال، وبقى في 3D وفي 2D وفي صلصال وفي حاجات كتير جدا. في الرسم بقى الخاص بال2D ببقى ببسط الشخصيه جدا، على اعتبار
ان الثانيه بتبقى 30 فريم. فانا برسم الكاركتر ده 30 مره. ففي الحاله دي محتاجه الشخصيه تبقى مبسطه على قد ما اقدر عشان اقدر احركها. ولو ان في فنون زي مدرسه الانمي مثلا مبيبقاش فيها بساطه خالص، بيبقى فيها الشعر والتفاصيل كتير جدا، لكن على الاقل الملامح براعي فيها ده عشان التكرار. الكوميكس بقى الفرق هو السهل الممتنع، بعمل الحاجتين، ببسط وبعد ما ابسط برجع اضيف تفاصيل تاني عشان يبقى فيه ثراء وجمال في الصفحه، بيصل في بعض الاحيان لانه يبقى اشبه بالزخرفي او الارت نوفو. يعني عندنا مدارس لا نهائيه لا حصر لها بتغطي دول العالم طبعا، من اول الفنون فن المانجا الياباني وفنون الكوميكس الامريكي والايطالي والفرنسي والالماني. كل دي مدارس ده طبعا يعني بتضم جواها بقى مدارس عده في كل المجالات دي. جميل جميل. طب ماذا عن مصر؟ يعني انا عارفه انه فن التحريك فن بقى يعني قديم التاريخ في مصر، لكن لم ياخذ حظه في الحياه الفنيه يعني. هو فن التحريك في مصر ابتدى من زمان جدا، يعني نفتكر جوز الخيل والعربيه، دي اكتر حاجه يعني معانا الجيل بتاعنا تحديدا كنا بنشوفها كتير واحنا اطفال. الله يرحمه. والدندورمه والله طبعا في اسامي كبيره جدا في المجال دون، منى ابو النصر، بكار طبعا. بس للاسف بقى طبعا ما انا استاذ سعد منيب قلت عليه، بس للاسف هو الاسامي دي اللي اتكررت، لكن حاليا في السوق فنانين موهوبين جدا وعددهم زادت قوي، وفي شركات كتير بس ما حدش يعرف عنها حاجه. يمكن بسبب ان ما عادش فيه اهتمام قوي. الفتره الاخرانيه كان كل الاهتمام بالسياسه وبالكلام عن السياسه، طبعا هو شيء مهم، لكن ما نخلوش ينسينا الاطفال، ما يخلوش ينسينا كمان فن الكوميكس. انا بعتبره مش بس للاطفال، هو كمان حاله بتعبر عن الكبار والصغيرين. ممكن يتكلم عن كل حاجه، ممكن يتكلم عن كل حاجه في ممكن تطبيقه في اي مجال وفي اي موضوعات. طبعاً. يعني مثلا برنس اوف ايجيبت لما قدم فكره غلط عن ان بناة الاهرام كانوا اليهود، الناس كلها صدقتها برغم ان ده كان فيلم كرتون. فده خطير. يعني احنا ممكن كمان نؤرخ لفتره كامله عن طريق الرسوم المتحركه. فاحنا محتاجين نلقي النظره على الشركات الموجوده في المجال، الشباب الموجودين في المجال، نقدم وجوه جديده بقى. نبدا نشوف المستويات. في شركات انا مش عارفه مسموح لي اقول اسامي ولا لا، بس طبعا يعني ما شاء الله مؤخرا الناس حتى كمان بقوا يعملوا البروموهات وتترات لمسلسلات لايف في مستوى اتطور، بيعملوا اعلانات، بيعملوا شغل بره للاسف. بس الشغل ده بيقدم في مواسم معينه برضه يا استاذه نهى، يعني مش طوال العام حقيقي. حتى بكار مثلا بنتفرج عليه في رمضان، بعض المسلسلات الكوميكس او الفنون المتحركه بنتفرج عليها مثلا في الاعياد، بنتفرج عليها في اوائل السنه كده. وده شيء انا شايفاه مش حلو، يعني انا مش في صالح المهنه ولا صالح الفن. ليه استورد كرتون من بره طول الوقت؟ جميل، هو رائع وفي بنتعلم منه احنا نفسنا كفنانين كرتون من الاسلوب في الرسم وفي الاخراج وكده، لكن ليه برضو ما افتحش المجال لفنانين مصريين والشغل مصري عبر قنوات التلفزيون او القنوات عموما، ويبقى في فتره مخصصه زي زمان. انا وانا صغيره كنت بصحى الصبح الساعه 10 الاقي في كرتون كده بتاع الصبح ده، كنت بقعد مخصوص افطر قدامه وانا طفله في يوم الجمعه بالذات. فمحتاجين الحاله دي، محتاجين تاني نحسس ان يعني الدنيا مش واقفه بس عند حاجه معينه، ونرجع لعلاقتنا بالافلام الكرتونيه، يعني الشخصيات الكرتونيه، ويا حبذا لو كانت مصريه او عربيه، ده هيؤثر بشكل سلبي بشكل ايجابي عن افكارنا تتقدم وثقافتنا وتراثنا نعم. طيب استاذ عبد الرحيم، استاذ احمد عبد الرحيم، يعني نتحدث عن علاقتك بفن الكوميكس، وانت كسيناريست ماذا وجدت في هذا الفن لكي تبرز فيه موهبك الكتابيه؟ والعلاقه قديمه برضو من ايام الطفوله. كان جميع مجلات الكوميكس المصريه والعربيه، يعني كان والدي الله يرحمه ما بيخلش بيها علينا في البيت، فده ادى ان انا اعمل كمان مجلات خاصه بيا جوه البيت يعني في سن الطفوله. بعد كده دخلت اداب تاريخ. مجلات تخاطب بيها مين يا استاذ؟ لا، اهل البيت. جمهورك يعني، اسرتك. انا وصل الامر ان انا عملت دار نشر جوه البيت، يعني سميتها حتى دار الرحمه، وعملت اصدارات لدار النشر كوميكس وغير كوميكس وحاجات كده، كلها كراسات طبعا، واصل من الجرايد ده وكلام من ده.
بعد كده دخلت اداب تاريخ، وبعدها معهد سينما قسم سيناريو. وحاليا الحمد لله بكتب بعض مجلات الكوميكس المصريه والعربيه. كوميكس فن جميل جدا يعني. انا شايف ان هو يعني صوره بدائيه شويه من السينما. يعني السينما بنعمل في الافلام مثلا بتعمل لها ستوري بورد يعني الفيلم كله مرسوم. فهو القصه المصوره يعني صوره بدائيه من ده. وفن مرح ولطيف، وانا مش عارف ليه دايما يعني محصور في مجال الطفل عندنا في الوطن العربي يعني. مجالات الاطفال هي الكوميكس، لكن كان موجود زمان بعض مجلات كوميكس للكبار. مثلا انا فاكر كاريكاتير، بس الكوميكس ظهر بعد الكاريكاتير، بس الكاريكاتير هو اللي كان الاساسي يا استاذ احمد. لا انا فاهم في مجله اسمها كاريكاتير كانت ظهرت اظن في اوائل التسعينات بالظبط، في الثمانينات. مع مصطفى حسين الله يرحمه. فيها وبيرسم فيها عمالقه يعني. الله يرحمه بقى الاستاذ احمد حجازي ويوسف عوف وعلي سالم ولا كم مهول يعني، وانيس منصور، الاستاذ انيس منصور، وعدد كبير من الفنانين، طوغان حاكم، مصطفى حسين، اسماء عظيمه يعني. الغريب ان التجربه نفسها ما كملتش قوي وما ظهرش ليها نظير او نظراء لغايه اختفت فجاه كده يعني، انما كانت عامله حاله في السوق المصري الحقيقه. بالظبط. اصل هي يعني مش مجرد زي ما بنقول فن مرح وجذاب وشكله لطيف والوانه جميله وبس، لا ان هو بيناقش مضمونه حلو، مضمونه مهم يعني. بالظبط، بيناقش المشاكل ايا كان الاجتماعيه او السياسيه جوه او بره، وبيحاول ان هو يسخر منها بشكل خفيف في الظل، وفي نفس الوقت قريب من المواطن او المتلقي يعني. زي ما دايما كانوا يقولوا مثلا الرسمه ب1000 كلمه. بالظبط. لغايه بقى ما انا يعني جت مجله مجنون، كانت بالنسبه لي حلم مزدوج. من ناحيه فكره المجله الكوميكس للكبار وساخره، ومن ناحيه تانية فرصه ان انا اتقابل بقى مع ناس يعني طبعا اسماء زي الاستاذ فواز مثلا الفنان الكبير، الاستاذ معلوف، دول مستشارين المجله، ومن خلالها قابلت الاستاذ هاني المصري الله يرحمه، الفنان المصري العالمي اللي كان شغال في هوليوود وديزني، وعدد كبير بقى من المواهب الشابه العظيمه يعني من جيلي من الكتاب والرسامين. فيعني بنحاول نعيد بنحاول نقدم الشيء المنقوص دوت يعني. خاصه برضو انه فن التحريك اللي هو ابن عم يعني الكوميكس بعافيه شويه عندنا، حالته صعبه شويه. كان في عندنا مسلسلات كتير رسوم متحركه، ما اعرفش دلوقتي التلفزيون ما اعرفش ايه المشكله ان هو يعزف عن عرض هذه البرامج او توليها او انتاجها بقى النسبه ضعيفه شويه. الشركات اللي بتنتج الكوميكس للاسف بعد الثوره بدات تقفل واحده ورا الثانيه. حتى الافلام يعني اصبح السوق طارد. والله هو بيحاول يعني ايه يتعافى اليومين دول. يعني انا ملاحظ انه بدا يحصل شغل تاني بعد الاستقرار الاخير. كان في حتى كنت بتكلم على فكره الافلام الرسوم المتحركه القصيره. كان التلفزيون بينتج وكان بيخش مسابقات بره، وفي اسماء عظيمه للافلام، وفي قنوات كتيره زي النايل لايف ونايل فاميلي بالظبط بتعمل الخطوات دي. دلوقتي انا مش شايف حد مهتم بانتاج فيلم كرتون قصير الا هو يعني الحصن الاخير لينا المركز القومي للسينما. ده المكان الوحيد اللي ممكن يعمل انتاج سنوي لافلام رسوم متحركه قصيره. كانت في شركات زمان بتهتم بحاجه زي كده، دلوقتي بقى ضعيف قوي. واحنا بنتكلم على افلام التحريك سواء رسوم متحركه او الجرافيك، لان الجرافيك دلوقتي عايش ازدهار عظيمه جدا في جميع انحاء العالم. لكن برضو الصنفين عندنا ضئيلين يعني، فربنا يسهل كده الدنيا تحلو ان شاء الله. ربنا يوفقكم. اسمحوا لي معي الان عبر الهاتف الدكتوره نهى عباس، رئيس مجلس اداره نقابه العاملين بفن التحريك. دكتوره نهى اهلا بحضرتك. الو، مساء الخير دكتوره نهى. دكتوره نهى، ما الذي دعاكم للتفكير في انشاء نقابه خاصه بفناني التحريك في مصر؟ طبعا المشاكل اللي بتعرض ليها فنانين التحريك كثيره ومعروفه وبقالها فتره، بالذات بعد الثوره كان حصل تدهور شديد في الصناعه. فده اللي خلى الفنانين كلهم يفكروا في ان هم ينشئوا نقابه، ولكن للاسف يعني احنا عايزين نقول ان النقابه دي برضه مشاكلها كتير ومش قادره تعمل دور اللي انشئت من اجله. ولا قادرة انها تبقى فيه واحدة اي مساندة من ليها. طيب ناخدها واحدة واحدة يا دكتورة نهى. هل هناك قاعدة بيانات رصدتموها انتم او تحاولون من خلالها رصد اعداد العاملين بفن التحريك في مصر؟
عملنا المحاولة دي، بس طبعا ما قدرناش نكفي كل العاملين، لأن في كتير قوي منهم مش مهتمين حتى إن هم يسجلوا اسمهم، وبيشتغلوا بطريقة أقرب للعشوائية يعني في المكاتب أو كده. وبعدين هو العدد ما هوش كبير قوي، لأنه في تناقص مستمر. يعني احنا بنقول الناس اللي كانت بتشتغل في التحليل دلوقتي لأنه المجال نفسه بقى فيه تدهور، فبالتالي بقى الناس تنطلق في حاجات ثانية. هذا تدهور نتيجة لعوامل داخلية فقط، أم أن هناك عوامل خارجية أيضا ساهمت في تدهور حالة فن التحريك في مصر؟ لا، هو العوامل معروفة، يعني مفيش إنتاج واحدة مفيش إنتاج. يعني الإنتاج أصبح ضئيل جدا، حتى اللي كان في إنتاج من التلفزيون المصري كان زمان بيرفض ميزانية لإنتاج الكرتون، ما بقتش موجودة. بعض الجهات اللي كانت وحدة رسوم حضرتك وزارة الثقافة في هيئة دور الثقافة برضه المفروض إنها تعمل أفلام للشباب يقدموا أفكار جميلة وتدعمهم إنتاجيا، وابتدت الأفلام دي كلها بتطلع مهرجانات وبتاخد جوائز من حاجات ليها يعني مستوى محترم يعني فنيا. دكتورة نهى، يعني فن التحريك في مصر ما الذي يميز هذا الفن من خلال العاملين به في مصر وفي الوطن العربي؟ وهل يمكن عزل أو تعريف هذا الفن بعيدا عن المدارس العالمية في هذا المجال؟ لا، احنا بنتكلم بالنسبة للوطن العربي. بالنسبة للوطن العربي دلوقتي في نوع من التطور والنهضة في فن التحريك عندنا، لأنه شفنا من الأخرانية فتح مثلا في أبو ظبي مدرسة للأنيميشن فيها تعليم للفنانين المصريين، رغم إن هم العدد الفنانين ما هوش كتير زي الأعداد اللي بتتخرج عندنا من الكليات الفنية. ودي مدرسة كارتون نتورك، يعني مدرسة عالمية. جنبيها اتعمل بعض الاستوديوهات برضه اللي بيقدموا فيها انتاج، بيحاولوا الانتاج يخرج لبره للعالم الخارجي، يعني في الاستوديوهات الاوروبيه وكده. فاذا يعني في ناس هناك بقت بتشتغل وعينها على بره. وان هم زاد عندهم الانتاج لمواضيعهم الداخليه. نعم. يعني المواضيع الكبار مثلا الساخره والكوميديه بقت في اكثر من مسلسل مقبلين عليه بقالهم مواسم والسنه بتتجدد يعني. نعم. كمان بدا عندهم شخصيات، يعني في شخصيات كرتونيه علقت مع الناس. وبقى السبب ان هم لما اي حد كان بيقدم فكره بسيطه كان بيلاقي دعم، يا من الدولة يا من جهات خاصة حتى. يعني في الدولة نفسها بتساعد أو عايزة أقول إيه، بتحث الشركات الخاصة على إنها تدعم الفنانين دول. فده في المخطط بتاعهم، ده في خيالهم، ده في الرؤية اللي هم شايفينها إن الثقافة دي حاجة مهمة ومستقبلا إنه للأجيال اللي طالعة وللشباب الموجودين وعايزين ينافسوا. فطبعا دي حاجة بتشيل الرياضة خالص في مصر، احنا عمالين بنرجع لورا. وهي يعني نوعا ما ما بتزعلش، يعني خلينا نقول انه الحمد لله ان على الاقل في بلاد في الوطن العربي بطل اهميه الفنون التحرير. نعم، ولهذا سالت ضيوفي في هذا اللقاء، هل اصبح السوق المصري طارد لفناني التحريك في مصر يا فندم؟ طبعا المتميزين من الفنانين عندنا هم اللي بيشتغلوا في دول الخليج، شغل شركات الانيميشن في دول الخليج. يعني اكيد يعني هيقعد الفنان الشاطر المتميز اللي عنده خبره وموهبه، اللي هيخليه يقعد هنا اللي هو ما فيش انتاج. نعم. كنا نتصور مع ازدياد اعداد الفضائيات العربيه دكتورة نهى انه سيحدث انتعاش في سوق الافلام المتحركة وفن الكوميكس المصري والعربي، الا ان هذه القنوات اعتمدت على دبلجة بعض الافلام التي تأتي الينا من الغرب بقيم وسلوكيات تختلف عنا كثيرا وتؤثر في اطفالنا وفي نشئنا. بماذا تعلقين؟ لان احنا مش
مدركين قوي خطوره اللي بنعمله، ولا مقدرين قيمه ثقافه الطفل والتركيز ده في شخصيته وهويته. وبعدين احنا نبدا نتكلم ونقول هو اطفالنا دراسه ايه، الاجيال اللي طلعت فيها ايه، والفكر اللي طالع فيه تطور ده منين. احنا سايبين المساحه فاضيه والحلول كام تثقيف اطفالنا والنشء اللي طالع وتسليحه بالثقافه الملائمه لهويته. دكتورة نهى، نتذكر معك أعلام فن التحريك في مصر، منهم مثلا رحمه الله هاني المصري. ماذا نقول عن ريادة مصر في هذا المجال وكيف نستعيدها؟ طبعا الله يرحمه الأول الفنان هاني المصري، ورجال يعني ما يدري اسمه ونقول إن هو كان له أحلام كتيرة وكبيرة أوي لمصر. الحقيقة ما حدش يستطيع إن هو ينفذها. الأحلام بتاعته كانت منها الفكرة الأساسية مدرسة الأنيميشن ومدرسة فيديوهات التحريك العالمية، وكان عنده خطة مكتوبة وموثقة وموجودة ازاي يصير مصر يعني فن التحريك فيها الضعف اللي احنا المرحلة اللي احنا فيها دي جاب تدهور شديد لدولة بتنافس في المجال ده. يعني هو كان شايف ان احنا عندنا فنانين كويسين جدا ومتميزين ونقدر، لكن ناقصنا حاجات معينة. الحاجات دي كانوا محتاجين نزودها للفنان ونشكر الفنان فيها في مكان من مدرسة الأنيميشن اللي بنتكلم عليه. دي كانت نقطة الفنان المصري قليلة جدا من الفيلم. لما نقول ايه نحل المشكلة ازاي؟ ان احنا ننفذ احيانا مريئة بالمستوى ده. المنظر ده. يعني هنقول مثلا محتاجين ان احنا التأثير في كليات الفنون الجميلة وكليات الفنون عموما يعني. نعم. التطبيقية والتربية الفنية. في المجال ده، في مجال التحليل. نعم. ولكن برضه مش كفايه ان في فنانين فعلا موجودين دلوقتي نفسهم هم يا اما متخرجين يا اما مش خريجين الفنون الجميله. نعم. خريجين الفنون الفنيه. طيب. دول ناقصهم حاجه بسيطه ويبقوا فنانين ممتازين. نعم. دكتورة نهى، أنت أشرتي في بداية هذا اللقاء إلى مشكلات وصعوبات تواجه نقابة العاملين بفن التحريك. ما هي أبرز هذه الصعوبات؟ طبعا هو النقابة دي نقابة مستقلة من النقابات اللي طلعت مع التصور. ولكن احنا بنقول في فرق بينها وبين أي نقابة ثانية إنها بتدعمنا بالشأن الثقافي، يعني هي مش نقابة بس للعاملين يعني هتنظم نوع العمل والعلاقات ما بين الشركات وكده، لكن بتدعمنا بالتطوير الفنان نفسه والتطوير الفني ده وازاي يكون له ظهور يكبر في البلد اللي احنا فيه. فاحنا كنا نتصور ان كان يكون في نوع من المسانده والدعم ومبادره دي، يعني كانت نوع من المبادرات الثقافيه اللي عملها فنانين التحريك علشان تطوير الفن ده. وبالتالي في مصادر وفي رؤى وفي احلام بنطلب ما نقدرش ننفذها احنا. نعم. يعني عايزه سياسه الدوله. فاحنا للاسف من تعامل نقابه التحريك كان عشان يبقى فيه صوت يوصل، يعني صوت بشكل قانوني يوصل صوتنا. نعم. فده ما حصلش. يعني انا مش قادره اعرف يعني امتى ممكن يحصل ان الدوله تهتم بالانواع دي من الفنون والانواع دي من الثقافات. طيب، هل لكم علاقه بقطاع الفنون التشكيليه؟ هل لكم علاقه بقطاع الفنون التشكيليه يا دكتوره؟ انا عايزه اقول الفنون التشكيليه هي نقابه قائمه بذاتها، لا، او نقابه مهنيه يعني كيانها ووزنها. فاحنا ناس احنا كنا الناس بتوع التحريك هم كان فرع صغير للفنون التشكيليه. نعم. الفرع برضه للفنانين اللي هم بيتخرجوا من الكليات الفنيه، زي ما قلنا قبل كده انه مش هم دول اللي بيشكلوا صناعه فن التحريك هم. لانه معظم اللي بيشتغلوا فيها مش خريجين الكليات الفنيه. نعم. أنا أسألك يا دكتورة، حضرتك أشرت إلى نقابة الفنانين التشكيليين وأيضا قطاع الفنون التشكيلية، هل لكم علاقة فيه؟
لا ده لينا علاقه في ان احنا نعمل ندوات، يعني عايز اقول ناس مختلفه ثقافيه، ناس فعلا بتشارك اي عرض ايفنت او معرض او افكار زي كده، لكن في حدود المتاح لينا. احنا بنتكلم على مطالب، مش انا ما بتكلمش عن فنون التحريك دلوقتي، انا بتكلم على فن التحريك عموما، فن الرسوم المتحركه وفن الكوميكس وكل الفنون اللي بتلف وتطبق استطاعه. دي عايزه سياسه الدوله ورؤيه الدوله للاهتمام بيها، لان ممكن الدوله لو تنتج موقفها تعرف ان ده مصدر للدخل القومي، ثاني دول ثانيه ناميه كتير قدرت انها تعمل منه حاجات عظيمه جدا. نعم نعم. أخيرا ماذا عن مجنون، هذه المجلة مجلة الكوميكس التي ستصدر قريبا إن شاء الله في طبعة ورقية؟ هي الحقيقة قريبا هي الطبعة الورقية، وهي دلوقتي بقى لها يعني نزل فعلا العدد الأول الورقي، هو الوقت المكتبات في الأسواق. مجنون فكرتها كلها إنها بتقدم فن الكوميكس للكبار، وبتتكلم عن الجنون الموجود في حياتنا. يعني بتقدم نقد اجتماعي وسياسي وفني واعلامي لكل الاشياء اللي مناخ الحياه موجوده حوالينا واحنا بنشوف ان فيها جنون. بنسلط الضوء عليها بشكل ساخر وقوي بحيث ان هي توصل للمتلقي. نعم. وطبعا ده بنقدمه بشكل الفن اللي بنحبه اللي هو فن الكوميكس، واللي هو برضه بنسعى ان هو ينتشر ويتطور ويوصل للناس بشكل اكبر، فده اللي خلانا نقول انه نقدمه للكبار. نعم. المرات يعني ان هو عاده معروف ان هو بيقدم للاطفال في باقي كل المجالات اللي نعرفها العالميه والمحليه، فاحنا الجديد اللي احنا بنقدمه للكبار، وكان في برضه بعض المحاولات من الشباب الجديده والناجحه لتقديم فن كوميكس مجلات كوميكس للكبار برضه الذاكره. نتمنى ان التجربه دي يخرج منها بعد كده سايكل ثانيه لكوميكس الكبار، زي احنا بنقول الكبار يعني فتره المراهقه وفي مطلوب يعني الشباب. نعم. انه نقدم بقى الفيروس، نقدم انواع مختلفه، ياخد نوبل، في حاجات كتير ناقصه عندنا نحب انها تبقى موجوده ومتاحه للقارئ المصري والعربي يعني. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة نهى عباس رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بفن التحريك في مصر. شكرا جزيلا يا فندم، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. السلام عدنا إليكم في هذه الفترة المفتوحة ألوان وظلال على الهواء مباشرة حتى 8:30 وحلقة حول فن التحريك في مصر ونقابة العاملين بهذا الفن وفن الكوميكس ومجلة مجنون الذي سيحتفل العاملون بها بإصدار الطبعة الورقية منها يوم الجمعة القادم باستقطاع عبد المنعم الصاوي. معي الآن عبر أمام الميكروفون الأستاذة نهى إبراهيم مصممة الجرافيكس. أهلا وسهلا أستاذة نهى. واستاذ احمد عبد الرحيم سيناريست الكوميكس. اهلا وسهلا استاذ احمد. استاذه نهى، يعني اتكلمنا مع دكتوره نهى عن نقابه العاملين بفن التحريك، وحضرتك اللي انا عارفاه ان حضرتك يعني عضوه في نقابه التشكيليين وعضوه في هذه النقابه الخاصه بفن التحريك. كلمينا حضرتك عن هذه النقابه وليه احنا محتاجين نقابه زي دي في مصر، وفي نفس الوقت ليه نقابة الفنانين التشكيليين ما تستضيفش هذه النقابة كشعبة من أشعابها كمكان أو كمجال ينضم إلى الفنون التشكيلية؟ هو السؤال ليه كذا شق، نبتدي حتة حتة بقى. أولا بالنسبة لنقابة التشكيليين هي بتضم كل التشكيليين بتعدد بقى مجالاتهم. يعني احنا عندنا مجالات التصوير، مجالات النحت، مجال الجرافيك، فبالتالي هيبقى الجزء الخاص بفناني التحريك جزء ضئيل جدا. تمام. ده غير ان الى الان تعتبر انشطه نقابه التشكيليين غير واضحه المعالم بالنسبه للتحريك حقيقي، لدرجه طبعا حصل كذا مره انتخابات للنقابه ويبقى الحضور قليل، وطبعا هم زعلانين جدا مننا. بس انا شايفه ان ده شكل من اشكال التعبير بيقوم بيه الفنانين لاعتراضهم على حاجات كتير. لان انا كاني بوجه لهم رساله، انتوا لو كنتوا اهتميتوا بينا بالشكل اللي يخلينا نحس ان وجودنا فعلا هيفرق فينا.
فيعني دلوقتي احنا كفنانين في فن التحريك عندنا معاناة من حاجات كتير جدا. اولها ان احنا يعني مش شايفين تسليط ضوء بشكل كافي على الفن ده. ثانيا احنا كفنانين بيتخرج كل سنه اعداد كبيره، سواء من معهد السينما او من كليه فنون جميله او من تربيه فنيه. احنا كمان مجال بيضم ناس حتى مش من المجال، عندهم الموهبه واتدربوا لوحدهم. بقى في دلوقتي اماكن كتير جدا بتقوم بتدريب الجرافيكس وكورسات الجرافيكس بشكل فردي. فيعني بعد ده كله بعد كل الكورسات دي فين بقى العائد؟ هشتغل فين؟ فين التقدير؟ فين التوظيف لهذه الطاقات؟ طيب الدولة ايه الاماكن؟ احنا دلوقتي بعدنا خلاص اوريدي، احنا كلنا شغالين في قطاع خاص. فين القطاع الخاص؟ القطاع الخاص بينهار. يعني دلوقتي كصناعة بينهار، كاهتمام. 15 سنة تقريبا متخرجة، اشتغلت في اماكن كتير، بعد ما المكان ينجح ويكبر وفجأة انه بيتقفل ونحزن كلنا، كل العاملين فيه، مع انه المستوى رائع والناتج رهيب. هل ده مثلا احنا قصرنا في ان احنا نعرف الشعب بثقافه الرسوم المتحركه؟ هل مثلا احنا مش لاقيين الدعم الكافي في الدعايه لمنتجاتنا؟ هل مفيش تمويل؟ هل في مشاكل كتيره جدا؟ فين القطاع بقى العام؟ دلوقتي مفيش عندنا غير المركز القومي للسينما، وده برضو حتى التلفزيون عزف عن هذا التمويل. تمام. طيب دلوقتي مين كمان اللي بيشتغل؟ يعني هل اي قدموا الدولة تقدر توصلنا برجال اعمال في دول تانية عربية؟ بيحصل ساعات ان دول عربية يجوا يدوروا على فنانين مش لاقيين، لان مفيش آلية. هو مش هيجي يقف في الشارع يقول فين الفنانين، لازم يبقى فيه حاجة اسمها مظلة كده، مكان فيه مثلا قاعدة بيانات الفنانين مدرجين بيها. وكمان يا ريت يبقى في تصنيف، لان احنا انواع، يعني في المتخصص في الكاريكاتير، في الجرافيكس والبروموهات، وفي التترات، في اللي بيعمل تحريك، في اللي بيعمل كوميكس. يبقى في تخصص حتى جوه المجال نفسه زي التحريك، فيه كذا تخصص، عندك الستوري بورد، عندك الباك جراوند، عندك كذا كذا كذا. يبقى في تصنيف بشكل ما، ويتعمل في مواقع اوريدي اجنبيه عامله ده، احنا نشترك فيها بشكل فردي محدش عارف عنها حاجه. هل مثلا تم تخصيص برنامج على التلفزيون او الراديو، مش بس مره واحده استضيف الفنانين، لا ابقى متخصص ان انا انسق امور زي دي، ان انا اتكلم عن المواقع اللي موجوده اللي يقدروا فيها يتواصلوا مع دول بره ويقدموا شغلهم للعالم، او يقدروا بيها يتواصلوا حتى مع شركات داخليه. حاجات كتير ممكن الدوله تقوم بيها. في فكره زي اللي اتكلمت عنها دكتوره نهى، حلم الله يرحمه الفنان هاني المصري في انشاء استوديوهات. على فكره ده حلمنا كلنا، كل الاجيال بتاعتنا بتبص لديزني واستوديوهات ديزني والميكنج بتاع الافلام. وده تخيل لو احنا جالنا فنانين يدربونا، مش كل الناس معاها القدره الماليه انها تسافر وتتعلم بره، مع انهم عندهم الموهبه دي. فيها ايه لو تم استضافه فنانين من المصريين اللي اتعلموا في الخارج يقوموا بتدريبنا؟ يبقى في استوديوهات او شكل مدرسه فنيه. طب ما ده ممكن تعمل تقوم بيه حاجه من الاثنين، يا اما قطاع الفنون التشكيليه او الهيئه العامه لقصور الثقافه كمؤسسات حكوميه، او النقابه التشكيليه. هيقابلهم مشكله الدعم برضه، وهيتم في النهايه يتم تقليصه لدرجه في النهايه تبقى حاجه كده تتعمل في يوم او يومين ومحدش يسمع عنها. دي مشكلتنا. عشان نقوم بمشروع قومي كبير لازم ياخد حقه في الدراسه وياخد اراء العاملين فيه. يعني مش يبقى مثلا مش بمعزل عن الناس اللي بتشتغل فيه في المجال ده. قبلها تتعمل صفحه فيس ويتفتح المجال للمناقشه، هتلاقي كل الفنانين قبل الدلوق كل واحد عنده افكار رهيبه وهيساعد، وممكن يجي كمان ويدرب ويتدرب. صحيح. فاحنا محتاجين التواصل والتفاعل ده عشان ننهض بالمجال ده. اولا محتاجين كمان يتخصص جزء من ميزانيه الدوله، ده كان حاصل في فترات سابقه للاسف يعني. فمش بعد الثوره يبقى نرجع، احنا عايزين نتقدم اكتر. فيا ريت يبقى في الجزء ده ويدار بشكل بمعرفه العاملين فيه وبشفافيه بالظبط، ويبقى مفتوح. يعني مثلا انا هقوم، احنا كان في قريب ورشه بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومكتبه اسكندريه قامت في تيس الناري. يعني انا كنت سعيده جدا بالشباب اللي جم، بس ليا تحفظ واحد، مين عرف قبلها؟ ما كانش الاعلان بشكل الاعلان ده صور يومها. فين الناس اللي قبلها باسبوعين تقول عشان الشباب يجوا؟ اللي قدموا اللي عرفوا. بس على فكره ده مش في المجال ده بس، ده في كل مصر.
احنا عندنا قصور في التسويق والاعلان والاعلام عن اشيائنا. نبتدي بقى. يعني احنا عرفنا عيوبنا. اول لحظه حاجه من مرحله من مراحل حل المشكله الاحساس ان في مشكله، لكن طول ما احنا مش حاسين حتى خلاص لازم نبتدي نحس ان في حاجه محتاجه اراء كمان عشان نصلح بقى. احنا مش هنقف عندها ونيأس، احنا هنعمل خطوات محدده نغير الوضع. طيب استاذ احمد عبد الرحيم السيناريست والناقد والكاتب، لما انت عارف ان في مشاكل زي دي كلها، يعني ايه اللي خليك برضو مكمل في الطريق؟ يعني حابب المجال نفسه وانا عارف، وحتى والله عشان برضو اللي سامعينا نفسهم يشتغلوا في مجال الكوميكس، خلي بالكم هو مش مربح ماديا للدرجه المخيفه. يعني مش هتشتغل في كوميكس النهارده تبقى مليونير ثاني يوم ولا بعد 100 سنه حتى يعني. لكن هو حب الميديم نفسه، حب الوسيط اللي بنتكلم بيه، لانه زي ما قلت مرح ومتفائل وساخر ومبهج، وفكره كمان التواصل مع الناس من خلال النوعيه دي من الفن، ومحاوله ان احنا مجال الكتابه للطفل يعني احنا نبلغهم قيم ومبادئ واخلاقيات ومثل من خلال حواديت فيها ترفيه وفيها تسليه. وبالنسبه للكبار فكره السخريه بقى زي ما قلنا من الاوضاع الاجتماعيه او السياسيه او غيره يعني. بس انت مو معارض ان المجله لا قدر الله او المكان اللي انت بتشتغل فيه يقفل او يتعطل لاي سبب من الاسباب، هتعمل ايه ساعتها؟ والله بنشوف غيره يعني. ما تيأسوش. لا يعني في حتى والله حتى سواء في شغل او ما فيش، واحد بيكتب يعني يكتب و12 ما 12 12 النهارده 12 بكره عادي يعني. اكم من النصوص الواحد كتبها في مجال مثلا السخريه للكبار على تعليقا على حادث معين، وبعدين حصل المجله مثلا ما نزلتش او ما نزلتش في وقتها او ما نزلتش خالص، فالشغل ده اتركن وبالتالي بقى عامل زي الطبيخ البايت ما ينفعش يتكلم عنه دلوقتي. طب ما دي نوع من التحديات برضو اللي بتقابلكم، لازم تكونوا اب تو ديت مع الاحداث. بالظبط. فلو انت مش مواكب للحدث، حاجه من الاثنين، هي يا اما هتتاخر يا اما هتتركي. بالظبط، هي جزء من متاعب المهنه يعني بشكل عام. وبالنسبه لفكره الاب تو ديت يعني انا كنت حتى في الورشه بتاعت بيت السيناريو، كنت انا والاستاذ محي الدين احمد كنا بنديلهم جزئيه السيناريو، ففاكر ان كان من ضمن انا حاولت نوعا ما يعني لو الواحد عنده خبره علميه وعمليه يحاول يوصلها لهم في اقل وقت ممكن. ففاكر ان انا كان من ضمن النصائح بقول لهم الفنان زي سفنجه يعني لازم يعني يمتص كل بقى مش مدارس فنيه وبس، لا الاوضاع اللي حواليه كل الاحداث اللي حواليه بالظبط ويترجمها فنيا بعد كده. بس يعني اكيد ليه متاعب هذا الفن، يعني على قد حلاوته وعلى قد جماله وعلى قد الابداع اللي انت بتحس فيه ان انت بتطلعه، بس متاعبه كتيره قوي يا استاذ احمد. لا عادي، هو بس الفكره في فكره يعني ايه ان يبقى في ثراء شويه في المساله يعني. هو احنا عندنا مثلا مجالات الاطفال قليل منها بتعمله الدوله، والباقي مثلا ممكن تعمله جهات خاصه. الواحد نفسه يبقى عنده 10 مجالات اطفال يعني مصريه. عندنا قطر الندى مثلا عن الهيئه العامه لقصور الثقافه بتصدر مرتين في الشهر وخلاص كده. وفي حاجات مثلا زي علاء الدين في الاهرام، وفي حاجه زي فارس الجورنان وفارس المجله في الاخبار. حتى بالنسبه والله فارس الجورنان كانت حلم لانها اول مجله تابلويد اسبوعيه للاطفال في التاريخ اللغه العربيه يعني. في بس ما بتستمرش برضو يعني. لا والله لا يعني هي فارس كانت اصلا زمان كانت بلبل، وبعدين تحولت ابطال اليوم، وبعدين تحولت لفارس. فبس كلها طبعا اخبار، كلها حاجه واحده. نعم. ففكره بس ان يبقى عندنا غيرها، عندنا 10 20 ليله خاصه احنا محتاجينها، والسوق عندنا يقدر يستوعب كل الابداعات دي. على صعيد مثلا مجالات الاطفال زي ما قلت يبقى دلوقتي هي المجال اللي يكاد يكون زي ما نقول الخشبه كده اللي تطفي على الميه اللي الواحد بيتعلق بيها يعني. يبعد عن الغرق في مساله ايه، مساله التربيه والتلقين بالنسبه للطفل، لان دلوقتي المدارس بعافيه، البيت بعافيه، الشارع بعافيتين. وسائل الاعلام باختلافها الى جانب انه غاب ان لم يكن توفى الى رحمه الله برنامج الاطفال ومسلسلات الاطفال لايف او الكرتون، وبقى اللي موجود عندنا زي ما الاستاذه نهى قالت اللي هو الحاجات المدبلجه. ده مخيف جدا. فانا دلوقتي لو حبيت اتواصل مع الطفل عشان يعني اقدم له قيمه معينه او معنى او كده، ما عنديش غير مجالات اطفال الموجوده. فنفسنا تكتر ونفسنا الانتاج لا، وتحس انها مقفوله على ناس معينه يعني. مش بالظبط يعني هي يعني مثلا مجنون، احنا عندنا رسام بحريني. طب احنا هنتكلم عن مجنون باستفاضه، لكن مع احد المستمعين على 2 5 7 7 6 6 5 6. الو الو الو
مساء الو، اهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي ليك يا استاذه منى. اهلا وسهلا. انا محمد عبد الفتاح. اهلا يا استاذ محمد. تحياتي للاستاذين الفنانين استاذ نوها واستاذ احمد. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. انا بقول لكم والله تعليق على اللي انا سمعته من اول الحلقه. اول ما بيجي فن مستورد مصر بيحصل له كده، يعني بيتعبوا اصحابه في البدايه على ما يثبتوا وجودهم، وبعدين السينما نفسها لما دخلت مصر كانت يعني غالبا في بعض العناصر المستخدمه في صناعه السينما كانت برضه مستورده، زي الموسيقى التصويريه كانت اغلبها مستورده في اوائل الافلام بس تم توظيفها بشكل يناسب المجتمع المصري والحكايه المصريه يا استاذ محمد. انا سمعت حضرتك بتقولي ان اغلب اللي موجود دلوقتي مدبلج من الشغل اللي معمول بالرسوم المتحركه، ده صحيح، واحنا بنتمنى فعلا ان مصر تثبت نفسها في الفن ده، ونخش مهرجانات دوليه وناخد مراكز حلوه وحاجات كده يعني. استاذ محمد لسه بتتفرج على توم وجيري؟ انا بحكم ان ليا بنت طفله بقعد اتفرج معاها على الحاجات دي، بس انا ليا تعليق برضو في نقطه تخص الحاجات اللي هي بتتفرج على بكار يا استاذ محمد؟ طبعا الاعمال المصريه بتفرج عليها، وبقول للاساتذه الضيوف ان برضو الموسيقى التصويريه ليها جانب في يعني. انا بس عايزه يعني بس عند كلمه حضرتك قلتها وصلح لي يا استاذ احمد لو سمحت، فكره انه الرسوم المتحركه او فن التحريك مستورد من الخارج واحنا بنستعمله زي ما احنا استوردناه، مفيش مدرسه مصريه فيها، صح؟ هو انا ليا اعتراض. هو في دراسات بتقول ان الفن ده معروف مش من ايام بس الكهوف الرسوم البدائيه، لا ده المصري الفرعونيه تعتبر الرسوم اللي وجدت على الجدران اول تاريخ لفن الكاريكاتير، خصوصا الاسره السادسه في عهد بيبي الثاني كان في فعلا رسوم ساخره، وده كان خروج عن الاطار والنسب اللي كانت معتاده في مصر الفرعونيه. اسفه للمقاطعه، السؤال موجه للاستاذ احمد، انا حبيت ادخل بس المداخله. شكرا يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. اتفضل يا استاذ. هي كمان فكره الجانب، انا كنت هقول لك الجانب الفني اللي الاستاذ انا بتكلم فيه، انما على مستوى الكتابه لا طبعا احنا مش يعني احنا ممكن ناخد مدارس للكتابه من بره، لكن بنطوع الوسيط لينا احنا عشان نتكلم عن قضايانا، عشان يعني في كذا مدرسه في الكتابه في مجال الكوميكس في مجال السيناريو السينمائي، انما المهم هنقول ايه، فمش معقوله هنتكلم عن مجتمع تاني يعني. فهي الحكايه مش حكايه يعني نقدر نقول ان الفن ده ابن بيئته، ابن ظروفه. لا هو ميديم، هو اطار نستغله بقى يعني. يتعمل بره، يتعمل عندنا، المهم من جواه. انا دايما كنت بسال لما كنت بعمل اي حاجه او كنت اتكلم مثلا عن فيديو ارت او مالتي ميديا او الحاجات دي، صحيح احنا مستوردينها لكن احنا عاملينها بروحنا المصريه، فتبقى فن اجنبي ولا فن مصري؟ يعني العمل النهائي ده ينتمي الى اي. اقول لحضرتك اي حضاره في العالم اتضح انها نتاج عدد من الحضارات. ما يقدرش يعني دوله معينه او حضاره معينه تنشا بمعزل عن الحضارات المجاوره في شكل من التاثير والتاثر المتبادل. الله. يعني هتلاقي مثلا حضاره مصر الفرعونيه مؤثره في حضارات غربيه وفي اليابان، وظهر ده في اشكال قصص مستوحاه من حضارتهم. هتلاقي حضاره الرومان مؤثره في الهند وفي مصر. الشكل ده موجود طول الوقت بقى، يعني لحد عصرنا هذا ما نقدرش فجأة نقف عند فترة تاريخية ونقول احنا ابتدينا دلوقتي هتلاقي ليها جذور. ما نقدرش فجأة نقول الفن ده خدناه كله من بره، لا هو احنا اضفنا له وهو خد مننا في فترة من الفترات. يعني فن القصص المصورة او الحكاية المصورة موجود على جدران المعابد قديم، جديد في التناول، في التقديم، في استحداث فنون اخرى يخرج من خلالها تطوير الاخراج، الموسيقى التصويريه زي ما الاستاذ قال، الكاميرات المستخدمه لفن التصوير العادي او الافلام الحيه، او الميديا اللي بيقدم من خلالها الفن زي التحريك او سواء المجلات او القصص المصوره. تم نشأته بشكله النهائي بقى في دول معينه، بس برضو سافر عبر دول اخرى منها احنا
أثر لو شفنا مثلا رسوم الفنان هاني المصري رحمه الله عليه، الله يرحمه، اكتر نموذج بيمزج الحضارتين. هو اشتغل في ديزني وفي دريم ووركس واشتغل في فتره كبيره بره، ومع ذلك لو بصيتي على شغله مصري اصيل. عمل مشروع ألف ليلة وليلة يعني، حتى الخطوط، الزخارف، الملابس، الستايلات، الخلفيات مصريه جدا. وعلى مستوى السرد برضه يعني فكره انه زي ما قلت في مدارس للسرد اجنبيه احنا ممكن نطوعها، لكن ده احنا كمان عندنا مدارس سرد يعني في الادب الشعبي، في الحكايات الشعبيه المصريه. الله. يعني في يعني انا فاكر والله حتى ايام معهد السينما، معهد السينما قسم السيناريو، الله يرحمه الدكتور هاني الحلواني كان بيدرس لنا ازاي نستوحي من السير الشعبيه ميديم كتابه نحط فيه قصصنا الحاليه كويس. ففي سرد مصري وفي حكي مصري مهم هنطوعه برضو ازاي من خلال القصص. طيب بالنسبه لمعهد السينما استاذ احمد، يعني هل هناك دورات خاصة بتخصصكم في مجال القصة المصورة أو الكوميكس، أو يعني في دورات معينة، في قواعد معينة بتتعلموها، ولا هو دي حاجات بتكتسبوها مع خبرة العمل في هذا المجال؟ وأنا ما أظنش في مجال في مصر بيدرس القصص المصورة، بيدرس الكوميكس. يعني إحنا عندنا قسم الرسوم المتحركة أو التحريك في معهد السينما، وقسم السيناريو طبعا وديكور وتصوير ومونتاج وغيره. إنما ما اعتقدش في جهة رسمية في مصر بتدرس فن ده مطلوب ولا مش مطلوب يا أستاذ؟ أكيد مطلوب، لأنه يعني نوع من الفنون هم بيسموه التاسع كويس. السينما الفن السابع لها معهد سينما، الفنون المسرحية لهم مسرح، الموسيقى لهم كونسرفتوار، الباليه له الباليه. إنما فعلا إحنا ما عندناش جهة لتعليم قواعد وأصول فن القصص المصورة. اسمحوا لنا معي مكالمة هاتفية على مع أحد المستمعين على 2577-6656. ألو. ألو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. دكتور محمد بدر مع حضرتك. أهلا دكتور محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور منى. أنا كنت عايز أقول إن أنا متفق تماما مع كلام الضيوف بتوع حضرتك، إن إحنا مفتقدين جدا فن التحريك في مصر ومحتاجين إنه يتقدم أكثر. وكنا حضرتك بنشوف إن الأفلام اللي فيها الأنيميشن أو التحريك دلوقتي بتاخد أعلى الإيرادات في العالم كله، وبتنافس الأفلام العادية وأفلام الكبار. وان في حاجات جميله جدا جدا بتتعمل بالتحريك احنا ككبار بنحب نتفرج عليها، زي مثلا حاجات زي قصص القران في قصص الايات في القران اللي نزل كانت في رمضان. نعم. كان برنامج جميل جدا جدا وكلنا استمتعنا بيه وتعلمنا منه حاجات. مع الخوف يا دكتور بدر انه يعني تخصص هذه الاعمال الفنيه في المواسم، تنحصر فقط في المواسم ولا تصبح ثقافه عامه يمكن ان نكتسبها طوال العام. حضرتك احنا ممكن نستفيد بالموضوع ده كويس جدا في تعليم الاطفال. انت ممكن حضرتك المناهج لو اتعملت بطريقه التحريك هتبقى اكيد الاطفال مش ممكن ينسوها وهيستوعبوها اسرع، بس محتاجين اهتمام من الدوله شويه بالفن ده. نعم. دكتور محمد بدر، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا اللقاء. شكرا يا فندم. ليكي تعليق يا استاذه نهى؟ انا متفقه معاه جدا، نفس الكلام. اصل ده العقل الجمعي بتاع الفنانين في مصر، او سواء اساتذه او طلبه او ناس محترفين. امنيه عامه يعني اتمنى تتحقق ان شاء الله. طب يعني ايه اللي يعوق تقدم هذا الحلم؟ يعني بصي حضرتك، الخطوات كده في 1 2 3 نحس ان في حاجه المفروض تتعمل، نتجمع بشكل منظم. بعد التنظيم. طب ما النقابه بتاعت فن التحريك ممكن تقوم بالدور ده؟ هي حاولت، بس فين التجاوب؟ ما هو برضو الثقه، الجمهور للاسف بقى فقد الثقه في اي جهه تانية تصدر غير رسميه. لا، اي حد بيجي هيقول النهارده هعمل النقابه. كان في محاولات متعدده، كان في جمعيه رسوم متحركه، كان في اكتر من حاجه. الناس بتبقى متخوفه او مش واضح الهدف، او الاعلام ما خدمش كويس تقديم الهدف ده لاكبر شريحه. ده غير كمان احنا بنفكر على الناس الموجوده في القاهره، ده في المحافظات. يعني في ناس شغاله خارج مصر ما تعرفش حتى ان احنا بنفكر كده دلوقتي ومحتاجينهم يجوا لنا. فاحنا محتاجين بقى الجهود دي تتجمع في اطار منظم، يبقى كل واحد ليه دوره متقسم. يعني هتحاسبك اخر السنه لو ما عملتوش. اصل برضو النشاط التطوعي او لو كل واحد هيقوم بدوره كده بشكل عشوائي،
في النهايه بينسى الحياه زحمه الحياه بتاخده. عشان نبدا مفيش استمراريه ولا رغبه في الاستمراريه، مفيش حد بيشرف ولا حد بيسائلنا ولا في حد كمان بيساعدنا او يدعمنا. مفيش هدف ولا رؤيه بصراحه، يعني اكذب عليكي، يعني مفيش رؤيه ولا هدف، لان لو الرؤيه واضحه والهدف واضح قدامنا هنشتغل عليه الى ان نصل الى تحقيقه. لازم الاول ابقى عارف اهميه الفن ده واستخداماته سياسيا كمان، يعني حتى هو مش مفصول. يعني انا ممكن اكون مهتم دلوقتي بالتطورات اللي حاصله في المنطقه وشويه ايه خلي الجزء ده، لا ده الجزء ده بيأثر، ما هو في رسوم كارل سلاتوف، ما هو في كاريكاتير، ما هو في كوميكس سياسي بيرصد الحاله. طيب انا ليه اسيب الدنيا كده؟ ما انا برضو ابدا ان انا اشوف الفنانين احتياجاتهم ايه، ابدا اوظفهم كمان، اوظفهم لخدمه هدف كبير. يعني مجهودات متفرقه عماله تشتغل. طب مجله مثلا، في مجلات كتير في السوق مش كلها بقى ليها هدف. في مجلات للاسف انحرفت عن الهدف ده وبقت ترسم حاجات كده تجيب فلوس وخلاص. مش كويس كده. يعني انا محتاجه ابقى انهض بالاخلاق كمان. يعني انا دلوقتي عندي مسلسلات عمالين نقول الاطفال بقوا بيقولوا الفاظ غريبه، بقوا او في عنف، بقى في عنف، او في خروج عن القواعد وخروج عن التربيه. يعني ما هو عشان بيتقدم لهم محتوى مش مناسب ليهم. طب انا ازاي نفس الاطفال دي اهاليهم لما يحبوا يدوروا يجيبوا منين؟ ما هم مش عارفين برضه. لكن لما يبقى في مركزيه وفي مكان محدد بيصدر عنه الاصدارات دي، الناس هتسال عليه بالاسم، لو توجه عليه سبوت اعلاميا وتعرف. وهيبدا الفنانين كمان لما يلاقوا ان في قبله يتوجهوا اليها هيجوا، وهيبدا الدايره تنتشر وتتسع ويبدا تغطي الجمهوريه كلها. ده اللي احنا بنبدا بنهدف فيه ونفسنا انه يحصل. طيب يا استاذ احمد، كان في بعض الصحف المستقله زي المصري اليوم والشروق وبعض الصحف اللي فعلا عملت، يعني تبنت منهج القصه المصوره وفن الكوميكس، لكن للاسف لم تستمر هذه التجربه. لماذا؟ والله ما مش عارف، ويسالوا هم يعني. هو فن جميل من رأي حضرتك وجذاب يعني. والله انا مش عارف، يعني هو فن جميل وجذاب وزي ما قلنا متواصل مع الناس، وفي فنانين كتير جدا جدا جيل الشباب والجيل اللي قبليه قادرين على العطاء وانهم يكتبوا ويرسموا. انا مش عارف الحقيقه، ما عنديش اي تفسير. يعني طب لماذا تفسر اهتمام مثل هذه الصحف بهذا الفن اختلافا او بخلاف المؤسسات الحكوميه زي الاهرام والاخبار والجمهوريه؟ ما عندهمش نفس التوجه. ممكن يكون يعني الصحف المستقله بدات هذا التوجه لكن لم تستمر فيه. لا برضه مش عارف، ما عنديش بالظبط يعني سبب واضح ومحدد. ما اعرفش، جايز ممكن لانه يعني مثلا يعني ده عقليات، ولا لانه مثلا بيستهلك اموال كتير مثلا؟ ما اعتقدش، لا ما اعتقدش خالص. انما هي فكره عايز تمويل خاص، عايز توجه معين. تفسيري المتواضع يعني انه في جيل قديم اتربى على الكاريكاتير، انما فكره الكوميكس المقسم لمجموعه او الكاريكاتير حتى اللي هو محطوط في اطار الكوميكس كذا كادر جنب بعض سواء 3 أو 4 أو اكتر، دي يمكن مدرسه حديثه شويه. الشباب هم اللي بدعوها على علم. لا مش بدعوها، هي موجوده طبعا بشكل عالمي واشتغلوا فيها يعني. ويمكن كمان انا اتذكر الستريبس او الكوميكس كان زمان لقصص الاطفال او للقصص الكوميديه للكبار او حاجات مترجمه. انا اتذكر يعني بعض الجرايد القديمه في فتره الخمسينات والستينات كان في حاجات من النوعيه دي. ففكره استغلال الوسيط ده انه هو نفسه يبقى عباره عن نكته منفصله في 4 كادرات او 3، ده ما ظهرش فعلا الا مؤخرا، بس ان شاء الله يستمر يعني. طب هل تهتم انت كسيناريست وعامل في مجال الكوميكس ان يبقى في دراسات نقديه عن هذا الفن؟ طبعا. بس ما هو يعني احنا محتاجين كل حاجه، محتاجين يعني والله فعلا مكان، ليه ما يكونش في مكان سواء كان رسمي او غير رسمي، قومي او خاص، يدرس قواعد الفن دوت. محتاجين اساتذه ومحتاجين محاضرات ومحتاجين توعيه ومحتاجين معارض ومحتاجين مجلات اكتر واهتمام نقدي علشان كل فنان يعرف هو صح فين ويكمل على الاساس دوت، وحش فين وما يعملش كده تاني. يعني فن الكوميكس محتاج فيتامين كده ينتعش. بالظبط. طب قبلة الحياه تاتي اليه من الجهه الخاصه أم من الجهه الحكوميه؟ الاثنين يعني ما هو مش هنلغي حد. يعني هو القطاع العام عنده مشاكل كثيره جدا وكلنا عارفينها، والقطاع الخاص ما اعرفش جايز بيتخوف، يعني هو عايز فلوس ويدفع النهارده تجيله بكره، يجيله بكره باضعاف.
فطبعا في مجال الثقافه المقروءه وكده ده يعني مش مضمون 100%. فهي بس محتاجه شويه حماس كده زي ما حصل في مجنون يعني. مجموعه فنانين حاسين ان فن الكوميكس شيء عظيم يعني بيسعوا باجتهاد ان هم يوصلوه للناس. اذا ننتظر معكم حفل اطلاق فعاليات حفل اطلاق سلسله كوميكس مجنون للكبار يوم الجمعه القادمه بساقية عبد المنعم الصاوي. وسيشهد هذا الحفل فقرات فنية ومناقشات وحفلة توقيع وخصومات على إصدارات دار النشر التي تقوم بنشر هذا أو بإطلاق هذه السلسلة مجنون للكبار. أستاذة نهى إبراهيم فنانة الجرافيكس شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا أستاذ أحمد عبد الرحيم سيناريست وناقد، أهلا وسهلا. شكرا بحضرتك. مستمعينا الكرام وصلنا إليكم إلى ختام هذه الفترة ألوان وظلال. كنا معكم على الهواء أحمد حسين، الإخراج رضوان السيد، الهندسة الإذاعية شيرين فكري، الإعداد، وهذه تحياتي أنا منى ومنير. أشكركم وإلى اللقاء. الأشكال، الألوان، الأبعاد، الرموز والدلالات، المشهد التشكيلي فيه ألوان وظلال.